بسبب اللي بيعمله ده انتشر صيت علي لدرجة إن أي حد بقى بيتظلم بقى بيروح لعلي عشان يجيب له حقه. ومن كتر ما صيت علي انتشر وصل للسلطان اللي أمر بإحضار الكلبي. ولكن والي مصر كان شريك الكلبي في الفساد، فقرر يتستر عليه. ولكن الكلبي برضه ما كانش سهل، فقرر يعمل حيلة واستعان بأخته عشان يوقعوا علي. وفعلا قدروا يوقعوا علي ولفوا حبل المشنقة حوالين رقبته في ميدان عام. والغريب إن كل الناس اللي كان علي بيساعدهم وقفوا يتفرجوا على المشهد، ومحدش حد حاول يساعده أو ينصره ولو بكلمة. ولكن وبين الحضور كان في عيون قاعدة بتلف بين الناس وكل تركيزها على علي. وفجأة اتحرك الفارس وبحركات بهلوانية وخفة غريبة قدر يوصل لعلي ويفكه ويهربه. واللي اتعرف بعد كده